تصلي 5 صلوات وخلاص، اه. غير كده ما تعرفش. مم. فتلاقي فعلا الواحد برضو في الشدائد ما بيقولش الحمد لله، برضو دي حاجات ظاهرة عند الناس. ايوه صح صح. وتلاقي مثلا برضو اللي هو يدخل الرسول صلى الله عليه عليه وسلم في الصلاة كلام زي والسلام. ده، فمعنى كده اللي هو مش عارف اصلا مين الرسول، او مش عارف ايه قدره العظيم عند ربنا. ايوه صح. لان ربنا سبحان الله يعني خلى كل الكائنات معظمة لمقام الرسول صلى الله عليه عليه وسلم. الصلاة والسلام وطبعا صح. يوم القيامة هيكون موقف عصيب جدا، والناس كلها هتخلي الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ القيامة، مم. مش عايزاها حتى تخش الجنة ولا النار، لا ده يشفع للناس اللي ربنا يبدأ لهم يوم الحساب. ايوه صح. فده طبعا ان دل على حاجة يدل على مدى مقدرة يعني قدر الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربنا. ايوه اه. فازاي بقى احنا نوعي الناس اللي قيمة الرسول او كده، او ازاي نبدأ اللي هم يعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم. هو طبعا احنا دورنا في الجروب يعني مم. ان احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا ندي قصص او عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، مم. بحيث ان الناس تقتدي بيها. تمام. وبرضو الاعلام في التلفزيون في الراديو في الحاجات دي ليهم دور كبير ان هم يوصلوا للناس القيمة العظيمة دي يعني، تمام صح. على قد ما يقدروا يعني. بس والله موفق ان شاء الله. نورتينا يا هبة في البرنامج، وكنا سعداء جدا برأيك، ويا ريت دايما تشاركينا في الجروب، وكمان تشاركينا في برنامج انت مين فيهم. ان شاء تسمعي الله. دايما اذاعة معا الى الجنة، عشان هدفنا دايما ان شاء الله ان احنا نوصل للجنة. ان شاء عايزين بقى الله. نصيحة منك لكل المستمعين اللي بيسمعونا، وكل الشباب والاخوات اللي بيسمعونا كمان. انا نصيحتي ان هم يتمسكوا كويس جدا بالدين الاسلامي، ويتمسكوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. لان هم لو تقربوا من الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هتبقى الامة الاسلامية احسن بكتير من دلوقتي تمام. ان شاء الله. يا رب بإذن الله يسمعوا النصيحة، واحنا فعلا هنحاول بقدر الامكان اللي احنا من خلال البرنامج اللي احنا نوعي الشباب ونوصل رسالة واضحة لكل الناس، وباسلوب برضو سلس وواضح. ان شاء الله باذن بس الله. ماشي يا هبة، تابعي بقى البرنامج، وتابعي دايما فقرات البرنامج. ماشي ان شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الخلق أجمعين. حكمت فعدلت فنمت مطمئنا يا عمر، كيف لا أستحي من رجل استحت منه الملائكة؟ ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ انت مين فيهم؟ لو سألنا بعض السؤال ده مش هنعرف نجاوب. عارفين ليه؟ لأننا ما نعرفش الناس دي. تعالوا مع بعض نقرب أكتر للناس دي، ونستفاد منهم، ونستفاد قيم نقدر فعلا نتبعها في حياتنا، لأن دايما هدفنا في الإذاعة هو الوصول على باب الجنة. استنونا على إذاعة معا إلى الجنة. وبعد ما سمعنا رأي هبة، تعالوا نروح بسرعة لرأي العضو الجامد معانا جدا دكتور اسماعيل. خليكم بس على إذاعة معا إلى الجنة، نروح نسمع الرأي بسرعة بتاعه ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة موضوع الصلاة على الحبيب أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ده موضوع مهم جدا، ودي حاجة احنا فطرنا عليها من صغرنا. فدايما لما كان حد يحكي لنا حكاية او يحكي لنا اي قصة واحنا صغيرين، فكان دايما يقول صلى على النبي. كنا نقول عليه الصلاة والسلام، وكان يقولوا زيد النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. وطبعا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ديت عند كل الناس، الملتزمين وغير الملتزمين. تلاقي واحد بياع يقول لك صلى على النبي قبل ما يجي يبيع بضاعته. تلاقي واحد بيتخانق في الشارع وجاي يسألوه طب في ايه اللي حصل، يقول يا جماعة صلوا على النبي. طبعا في مواقف كتير ينفع يتقال فيها الصلاة على النبي، وينفع ما يتقالش وما ينفعش يتقال فيها الصلاة على النبي. ومنها مثلا لما واحد يجي يعرض تجارته لواحد، ما ينفعش انك تقول له طب بس صلى على النبي في كذا، لان دي فيها نهي. وبرضه على ما سمعت يعني، وبرضه لو واحد شاف امرأة جميلة ولا حاجة يقول اللهم صل على النبي. طبعا دي حاجات فيها نهي. لكن برضو في حديث كتير نصت على ان الواحد يصلى على النبي. فمثلا في حديث الصلاة والسلام بيقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10.
وفي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم برضو بيقول من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي. كمان في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يعني عن إن لو النبي عليه الصلاة والسلام ذكر وانت ما صليتش عليه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلى عليه. فجماعة احنا لازم نكثر من الصلاة على الحبيب حتى تدركنا شفاعته يوم القيامة. واللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد خلقه وعدد كائناته. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دي الدعوة، لأن الصلاة معناها الدعاء. فجماعة كلكم صلوا على النبي. أبدا لن أنسى إسلامي، لن أبقى في ليل ظلامي. لو عايز تدخل الجنة اسمع معانا إذاعة معا إلى الجنة. وأطبق ديني ونظامي كي يظهر نور الإسلام، فالدنيا قد ملئت نورا وغدا. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، ويا رب الحلقة تكون ان شاء الله في ميزان حسناتنا كلنا، ونكون كلنا استمتعنا بيها ووصلنا وعرفنا قد ايه قيمة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مهمة في حياتنا. وكل واحد قدر يعرف هو مين فيهم من الحلقة دي، هو عارف اللي هو بيصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بحق مقداره العظيم، ولا بيصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة كده وخلاص. نتمنى كلنا نكون من الناس اللي بتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم كأنها تراه، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم موجود بينا. قبل ما تعمل حاجة اسأل، لو النبي صلى الله عليه وسلم شافني انا بعمل كده او بصلي عليه هيبقى فرحان ولا مبسوط ولا زعلان؟ مستنيين برضو اقوى رد ليكم، واحنا نحل الظاهرة دي ازاي، ظاهرة الناس بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما يراعوا او ما دون ما يعرفوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم. ابعتوا لنا ايميلاتكم وشاركونا على جروب البرنامج على الفيسبوك انت مين فيهم، وابعتوا لنا ايميلات على ايميل البرنامج انت مين _ فيهم@yahoo.com ENTA مين MEN_FEHOM@yahoo.com. وكمان ما تنسوش معانا حملة كتاب تلخيص الرحيق المختوم لابن القيم، حملة بتعملها إذاعة معا إلى الجنة، وكمان حصريا على جروب انت مين فيهم. يا ريت كل الناس تشترك في الجروب، وكمان تشارك معانا على جروب الإذاعة وكل جروبات الإذاعة البرامج بتاعة الإذاعة، وبإذن الله دايما هنكون معا إلى الجنة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأشوفكم الجمعة الجاية إن شاء الله زي النهاردة. خليكم بس على إذاعة معا إلى الجنة. يا رب احميني وخلي طريقي على الصراط المستقيم. يا رب محتاج لك، قوي قلبي إيماني واحفظني يا رحمن